مرحبا بكم في قناة بصمة المعرفة. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا إبداء إعجابكم والاشتراك في القناة لدعمنا ومتابعة كل جديد. يحكى أنه جرى خلاف كبير بين الإمام مالك وتلميذه الشافعي رحمهما الله حول الرزق، فقد كان الإمام مالك يعتقد أن الرزق آت إليك لا محالة بشرط واحد، وهو التوكل على الله حق التوكل. أما الإمام الشافعي فكان يرى عكس ذلك، إذ كان يرى أنه يجب السعي والتحرك لطلب الرزق. انتهى النقاش بينهما وكل متمسك برأيه. خرج الإمام الشافعي من مجلسه في حضرة إمامه مالك، وبينما هو يسير في الطريق وجد رجلا طاعنا في السن يحمل كيسا مملوءا بالتمر على ظهره، وكان ثقيلا عليه. فقال الإمام الشافعي للرجل: يا رجل، أأحمل عنك هذا الكيس؟ فقال الرجل: نعم، بوركت يا رجل. حمل الشافعي الكيس، وعندما وصل به إلى المكان المنشود أعطاه الرجل بعض التمر جزاء صنيعه. فانطلق الشافعي مباشرة إلى إمامه مالك وقال له: يا إمام، قلت لك إن الرزق يجب أن تسعى إليه، فلو لم أساعد الرجل لما أعطاني هذه التمرات، خذ بعضا منها. أخذ الإمام مالك تمرة وأكلها، ثم قال له: يا تلميذي يا شافعي، هل رأيت لقد أتاني رزقي وأنا لم أفعل شيئا سوى التوكل؟ وهكذا عاد الخلاف من جديد بينهما، ويبقى السؤال بلا جواب: هل يجب أن نسعى لطلب الرزق أم أن نبقى في بيوتنا ويأتينا الرزق فقط بالتوكل؟ لنجيب عن هذا السؤال سنحكي موقفا آخر حدث مع إبراهيم بن أدهم، حيث كان من كبار تجار المسلمين. في يوم من الأيام كان يقود قافلة تجارية، وبينما هم في طريقهم رأى طائرا كسير الجناح. أوقف القافلة وقال: والله لن أبرح هذا المكان حتى أعرف هل يأتي الرزق لهذا الطائر وهو على هذا الحال، أم أنه سيموت في مكانه. جلس إبراهيم يترقب، وإذا بطائر آخر يأتي من بعيد ويضع طعاما في فم الطائر المعطوب. فقال إبراهيم: سبحان الله، سبحان الرزاق، إن الله لا يترك أحدا بدون رزق. ثم قال: يا قوم، عندما أصل بقافلتي هذه سأترك التجارة وأتوكل على الله، فالرزق يأتيني كما أتى هذا الطائر. بقي إبراهيم على هذا الحال مدة من الزمن، حتى سمع به صديقه المقرب يدعى الشبلي، فذهب إليه مباشرة وقال له: يا إبراهيم، ماذا دهاك؟ ما الذي جرى لك؟ فقال إبراهيم: لقد رأيت طائرا معطوبا جاءه رزقه إلى مكانه دون أن يفعل شيئا. نظر الشبلي إلى إبراهيم نظرة عميقة وقال له: يا إبراهيم، كيف ترضى أن تكون مثل هذا الطائر الضعيف، تنتظر من الطائر القوي لقمة لتبقى على قيد الحياة؟ لماذا لا تكون الطائر القوي الذي يأتي بالطعام؟ وكأنه يقول له: اليد العليا خير من اليد السفلى. نظر إبراهيم نظرة حيرة إلى صديقه الشبلي، ثم قال: يا الله، ما أروعك وما أعجبك، واحتضنه. وبعد ذلك التفت إلى من كان معه وقال لهم: أخبروا قومنا أننا غدا إن شاء الله سننطلق في تجارتنا الجديدة. من خلال هذه القصة عرفنا الفرق بين التواكل والتوكل. التواكل هو أن تجلس في مكانك أو في بيتك وتقول: إن الله سيرزقني من غير عمل ولا اتخاذ أي سبب. والتوكل هو أن تعمل وتكد في جد ونشاط وتترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله في كل أمورنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي يجر ناقته: يا رسول الله، أأتركها وأتوكل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل، ولكن ربما تتخذ كل الأسباب ولا تحصل على النتيجة المرجوة.
وهذا راجع إلى أن الله منع ذلك لسبب لا تعلمه أنت، فربما يمنعك من وظيفة وترى أن هذا المنع شيء سيء، ولكن في الواقع هو خير بإذن الله إليك، كما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فلنعمل بجد ونسعى للرزق ونترك النتائج على الله. هذا هو المفهوم الصحيح للتوكل، وبه تتحقق راحة النفس وطمأنينتها. وفي النهاية نسأل الله أن يرزقنا التوكل الحقيقي عليه، وأن ييسر لنا أسباب الرزق وبركتها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت القصة، وأرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إذا أعجبتكم القصة لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد.